حمدي فتحي لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب الوقر القطري خلاص انضم لصفوف نادي بيراميدز. انا ما عنديش اعتراض على انتقاله لبيراميدز، مفيش مشكله، لكن اعتراضي الشديد على المبلغ اللي راح بيه او الراتب السنوي اللي هيحصل عليه حمدي فتحي. حمدي فتحي هياخد 120 مليون جنيه، صدق او لا تصدق، ما يقرب من 2 مليون ونص دولار. حاجه مش طبيعيه بتحصل في الكره المصريه. اولا ده لاعب بيلعب ديفندرز نص الملعب، كل ميزاته انه او كل الميزات كلها اللي انا بشوفها عنده او شفتها من خلال اداؤه مع الاهلي او مع المنتخب، ان هو بيقطع كويس وبيسلم، لا بيعرف يسدد، لا بيعرف يكمل ورا الهجمه، لا بيعرف يدخل جوه منطقه الجزاء، وما بيعرفش يحرز اهداف، وما بيعرفش يستلم، ما بيعرفش يعمل لونج باص ولا شورت باص، ولا بيعرف يعمل تمريرات. ازاي سعره يوصل لهذا الرقم؟ بيراميدز بالطريقه دي بيبوظ اوضه اللبس، مش اوضه اللبس، بيدمر كل الكره المصريه، بيرفع رواتب اللعيبه وسقف طموحات ورواتب اللعيبه في الدوري المصري ل 190%. مش ممكن لاعب يعني ال 120 مليون دي بتاعت ايه؟ ليه مبلغ كبير جدا؟ المبلغ ده نكاية في النادي الاهلي والاهلي نكاية في الزمالك وبيراميدز في الاهلي. على فكره شغل كيد النسا ده دمر الكره المصريه، ما بقتش كوره. كل ده في مصلحه اللعيبه مش في مصلحه الانديه، ان انا اخلي راتب لاعب يوصل للدرجات دي. وممكن خلي بالك اللاعب ده يقول لك ايه، اي لاعب دلوقتي هيتمرد على الفريق بتاعه يقول لك انا اروح بيراميدز اخد بدل ما باخد 20 عندك اخد 50 في بيراميدز. بيراميدز اضاف كتير فنيا، لكن من ناحيه الرواتب او رواتب اللعيبه هيدمر او دمر الكوره المصريه.